عمة للبنت اليوم بين للبنت وين موجود. هيدي صورتها كمان، خلينا نرجع المشاهدين، ما بعرف اذا ممكن تبين الصوره. هلا كيد التحقيق يعني اخي هو مرته، بس نحن يا جماعه من اقدم الناس بالضيعه كلياتهم معروفين يعني. والبنت هي يعني رحت لعندهم لها شيء 8 ايام عندها، كانت بالبيت عندنا هونيك يعني قبل العيد ب6 ايام، ويومين العيد 8 ايام من الخميس للخميس. واجوا اول ما اجوا على المستشفى نحن ما معنا خبر، قاعدين بالشغل، دقوا لنا على البيت، وخيي كان رايح على العزا كمان، رايح بده يعزي انا بالضيعه وحده، ودقوا لنا قلنا البنت يا واقعه يا ريت. وصلنا على المستشفى كانوا اولاد عمنا هون كلياتهم قريبين هن بعض من بعض، قالوا لنا البنت مرضت وماتت داري هيك. من كلمه لكلمه قلنا نحن بنطلب طبيب شرعي، طلبنا طبيب شرعي. بلش يحقق وهيك، صارت الامور تتوضح انه في شيء مو مزبوط. رجعت هي المحقق على الثاني القاضيه، بعثت هي طبيب شرعي من الثاني، وبين شيء مو مزبوط كمان. طيب شكرا لك. كمان حضرتك من احد اقربائها، لوين وصل الموضوع؟ هل عم تتواصلوا مع جهات معنيه؟ وشو هو اصلا يعني قبل، يعني حتى لو بدنا نستبق التحقيق شوي من خلال تقرير الطبيب الشرعي، شو اخر شيء عرفتوه عن تقرير الطبيب الشرعي؟ يا اخونا هلا القاضيه المدعي العامه مديرة توما، هي هلا رجعت طلبت من الاطباء اثنينهم بتشريح الجثه، وهلا الاطباء موجودين بالعمليات بالمستشفى. هلا المهم الجثه بعدها بالمستشفى، الجثه بالمستشفى، والاطباء هلا عم بيشرحوها بغرفه العمليات كرمال الموضوع هذا. نحن اللي طلبناه حتى تكونوا موجودين كاعلام، بنطلب منكم توصلوا صوتنا لاكثر من وسيله اعلاميه، ولاكثر من جهه راي الطفل، للضغط، لانه نحن مثل كل لبناني بلبنان عندنا ثقه ضعيفه بالقضاء اللبناني، وكل اللبنانيه بيعرفوا بهالشيء هذا. نحن وجود كن حدنا حتى تعملوا ضغط على القضاء اللبناني حتى يبين حق هالطفله اللي ماتت بامور غامضه، وما بدها اكثر من هيك. الطبيب الشرعي، سؤالي كمان برجع بكرره، تقرير الطبيب الشرعي اللي انتم تواصلتوا معهم شو قالوا؟ قالنا شفهيا، الطبيب الشرعي لسه ما خلص تقرير، بس شفهيا بيقول انه في تغذية من وراء، شفهيا. هذا عن لسان الطبيب الشرعي سامي، يعني بإشارة منه على انه ممكن يكون في اغتصاب. ممكن.